هنعمل إن شاء الله النهاردة مع بعض شوية عيش حلوين أوي، أوي ينفعوا للسحور. كل سنة وأنتم طيبين. أي حد ممكن يعملهم اقتصاديين جدًا، جدًا وتحفة بصراحة. شايفين العيش طري قد إيه؟ يلا بينا على الوصفة. معايا كيلو من الدقيق، عليه معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، نُص معلقة كبيرة ملح، بس كده. دي كل المقادير. هاقلبهم كده كويس وهانزل عليهم بمَيّة دافية. وابتدي أنزل بالمَيّة حبّة بحبّة كده لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، اللي هتشوفوه معاكم دلوقتي في الفيديو. ولازم أعجن فترة حلوة فيهم حوالي 10 دقايق، أعجن كده لحد ما العجينة تنعم تمامًا معايا. يبقى قوامها كده لَيِّن متماسك، يعني ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية، بالدرجة اللي إن شاء الله هتشوفوها دلوقتي معاكم. طبعًا إحنا عملنا العيش قبل كده بس عملناه في الفرن البلدي، لو حابين تشوفوا اليوم ده ارجعوا للفيديو هتلاقوه على القناة. ده شكل العجينة بعد ما عجنتها عجن متواصل لمدة 10 دقايق. شايفين قوامها جميل إزاي؟ ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية بالسمك اللي أنتم شايفينه ده. هالمها كده كويس واسيبها في مكان دافي تخمر، غطيها طبعًا واسيبها تخمر. ولو عاوزين العجينة تخمر معاكم بسرعة، هتجيبوا حبة مَيّة سخنين مش مغليين، سخنين كده، وتحطوا البولة اللي أنتم عاجنين فيها دي في المَيّة السخنة، بس تكون البولة اللي أنتم عاجنين فيها دي تستحمل الحرارة. الموضوع ده مش بينفع غير في الشتا بس. بس كده بعد ما العجينة خمرت معايا بالشكل ده، هارُش الرخامة معايا برشة دقيق كده، وابتدي أقطّع العجينة عليها لقطع متساوية، أحاول على قد ما أقدر إنها تكون متساوية. بعد كده هاساوي العجينة كده كويس، ألفّها كده بين إيديّا أو على الرخامة لحد ما أساويها بالشكل ده. بعد كده هاحطها على الردة، جِبت هنا صينية معايا مرشوشة كده بالردة زي ما أنتم شايفين، وأحط عليها كِوَر العجين بالتساوي جنب بعضهم. أخلّص الكمية اللي قدّامي دي كلّها وأحطها على الردة، زي ما أنتم شايفين مش بياخد أي وقت خالص. ما فيش أسهل من كده، بالشكل ده. بعد ما خلّصت الكمية بالشكل ده، هاجيب كوباية من الردة عليها نُص كوباية من الدقيق، وابتدي أرُش على وش العجين كلّه بالشكل ده. وآخد أول كورة إحنا بدأنا بيها وحطيناها في الصينية، وابتدي أفردها على رشة من الخليط اللي إحنا عملناه بالدقيق والردة، رشة فوقيها كده ورشة تحتيها وابتدي أفردها. أحاول على قد ما أقدر ما أرقّقهاش أوي من النُص، لو رقّقتيها أوي من النُص مش هينفُخ معاكِ أثناء التسوية، بالشكل ده. هافرده كده بسمك زي نُص سنتي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، واسيبه على جنب لحد ما يختمر تاني معايا، لحد ما أخلّص الكمية كلّها. شايفين سمكه يا رب يكون واضح معاكم، بالشكل ده. هاخلّص كل الكمية أفردها كلّها، بعد كده هارجع أسوي من أول رغيف إحنا بدأنا فردنا فيه. شايفين مراحل الفرد ما فيش أسهل منها. رشة كده من الخليط اللي إحنا عملناه بالدقيق والردة من فوق ومن تحت كده، وابتدي أفرد بمنتهى السهولة كده ما ادوسش عليه أوي عشان ينفخ معايا بعد كده. وزي ما قُلت لكم ما تفرديش أوي من النُص عشان ينفخ معاكِ أثناء التسوية. باديّر فيه كده كويس عشان أفرده كلّه بسمك واحد، زي ما أنتم واضح قدّامكم كده السمك بتاعه، ده السمك المضبوط بتاع العيش. بعد ما فردت الكمية كلّها بالشكل اللي قدّامكم ده، جِبت طاسة على النار سخّنتها كويس جدًا، بعد كده هدّيت النار عليها. هابدأ بأول رغيف إحنا فردناه مع بعض وأحطه في الطاسة، زي ما أنتم شايفين شكله تحفة ما شاء الله. أنا باقلّب فيه كده كل شوية، يعني مرّتين من جنب ده ومرّتين من جنب ده عشان ينفخ معايا ويبقى الطبقتين بتوع العيش قد بعضهم، الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت. واساعده كمان باستخدام الإسباتولا دي، بادوس عليه كده عشان ينفخ معايا كويس. شايفين بسم الله ما شاء الله اتملى أهو واتنفخ إزاي. بس كده هاسيبه يحمر من الوش ويبقى جاهز معايا يبقى تحفة. ممكن كمان تعملي كمية من العيش ده وتخزّنيه كده في الفريزر، بس تخزّنيه بعد ما يبرد تمامًا، تعبّيه كده في أكياس وتخزّنيه في الفريزر، بالشكل ده. استنى معايا الوش كده يحمر كويس أخرّجه وأهوّيه كده تمامًا، بعد كده أحطّهم على بعضهم، بالشكل ده. شايفين شكله تحفة إزاي ما شاء الله عليه. هنا باورّيكم شكل العيش بعد ما خرج كده من الطاسة، باسيبه كده يتهوّى تمامًا، بعد كده هالمّه. هنا طريقة التسوية واضحة أكتر. هاجيب الرغيف كده أحطه على الطاسة، وأول ما يشِف معايا من تحت هابتدي أقلبه على وشه التاني، كده بالشكل ده. وأول ما أحس إنه بدأ فيه فقاقيع كده صغيرة، هاقلبه زي ما كان.
يا رب يكون واضح معاكم. شايفين هنا بدأ ينفخ كده من الجنب، هاقلبه مرة تانية كمان بالشكل ده. بعد كده زي دقيقة من الناحية دي ولا نص دقيقة، واقلبه على وشه مرة تانية. بس كده. بعد كده هاسيبه ينفخ تمامًا معايا مش بدون أي تقليب. إحنا كده خلاص ضمننا إنه هيبقى الطبقتين فوق وتحت قد بعض. التسوية مضبوطة جدًا، جدًا. جربوا الطريقة دي وبإذن الله هيضبط معاكِ جدًا، جدًا. أهم حاجة تكون النار متوسطة معاكِ تحت الطاسة. بس كده. هاسيب العيش ينفخ زي ما قُلت لكم. مراحل التسوية مضبوطة جدًا، جدًا. جربوها بإذن الله هتعجبكم. هاسيبه كده ينفخ معايا وياخد لون من تحت خفيف. بعد كده هاقلبه على وشه التاني ياخد لون معايا واخرّجه. شايفين بسم الله ما شاء الله عليه. أنا كنت قلبته بس هياخد لون بس كده واخرّجه. اعملي كمية وشيليها في الفريزر، وقبل الأكل على طول طلّعيه كده يفُك معاكِ وسخّنيه بيرجع كإنِّك لسه عاملاه حالًا. هنا بعد ما خلّصت الكمية كلّها بالشكل ده، شايفين طراوة العيش وجماله؟ ولا شكله من جوّه تحفة؟ هو بيتكلم عن نَفْسه. لو الفيديو عجبكم دوسوا لي لايك للفيديو، واشتركوا معايا في القناة وفعّلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.